رئيس الوزراء البقرستاني محمد جلالي قال السوريين وصلوا العالم عن طريق الفينيقيين، وصلوا خبرتهم وصناعتهم إلى آخره، وهلا بحق لهم يستغلوا هالشي هذا، وطبعا بالتعاون مع الجميع لإيصال كمان اللي وصلوا من قبل لقرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبريكوف، طالما انه البقرستانيين والبارزي حاكمين البلد أما طيزي بيشموا ريحة العالمية ولا بتوصلوا لشيء، والوضع رح يصير أسوأ من ايام الحاليه. مثل ما قلت لكم من قبل، تمتعوا بالسيء لانه الاسوء جايه، لقرد ولا منكي ولا ميمون او ولا بالعبريكوف. فش خلق جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الجلالي رئيس الوزراء البقرستاني مفكر انه سوريا راح ترجع لمجدها مثل قبل الاف السنين، مفكر شغله هيك يجمع لي كم واحد في بقرستان من دون شيء، من دون بنية تحتية، من دون أي شيء، وبيجود البهاريز الإحرامية، وبيجود فساد كبير في بقرستان ولصوص على رأسهم بشار البهرزي وعيلته، وطبعا اللي عم يشتغلوا معه كلياتهم حرامية. يعني معقولة توصل سوريا للموصول هذا؟ يعني تصوروا قبل 50 سنة أو 55 سنة قبل ما يستلموا البهارزة كان سوريا مصنفة 35 عالميا بهذاك الوقت. وتصوروا وين وصلت الأمور بعد استلام حافر للسلطة وانقلاب حزب البعث. قدمنا سوريا بقرستان صارت بالهاوية. المعنى دائما الفاشلين بيتذكروا أمجاد الماضي وبيستعيدوها وبدهم يسووا مثل ما سووا الأجداد. لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. وضعكم هيك، انتو دمرتوا البلد، البارزي دمر البلد، والناس طلعت ثورة مشان التغيير، مشان ترجع البلد مثل ما كانت قبل ما يستلم حافر وقبل ما ينقلب حزب البعث. بس كلكم وقفتوا مع نظام الخرز زبالة، ولازم تتحملوا اللي عم بصير، وبحياتكم ما رح توصلوا لشيء ولا رح ترجع سوريا مثل ما كانت من قبل استلام حافر طبعا وانقلاب البعث. بحياتهم رح ترجع طالما انه البهارزة من الحاكمين بس يروحوا ينقلعوا ويجي حدا ديمقراطي وفهمان الوضع وسياسي محنك ممكن يغير كل شيء. وصغير بيفهم اكثر من البهارزة ومنكم، وصغير ممكن يسير امور البلد اكثر منكم. بس بشكل عام بالوطن العربي ممنوع واحد فهمان يوصل للسلطة. مشان هيك الدول المهمة بتحكمها ديكتاتوريات، بتحكمها الناس اللي جاية من المزابل، قمعية، ديكتاتورية، قتل، قمع، اعتقال إلى آخره. شوفوا الدول المهمة الموجودة شو صاير فيها. قريد يرجع أمجاد الماضي، أمجاد الفينيقيين، أمنطيزي بشم ريحة هالمجد هذا طالما إنه البهارزة بالسلطة. وقبل ما انهي بحب أقول مثل ما بقول دايما، نصيحة هدان للرئيس الوزراء وللبهارزة، بدكم ترجعوا أمجاد الماضي، انقلعوا من هالبلد وخلوا أبناء البلد الحقيقيين هن اللي يسيروا أمور البلد، وخلوا ولد صغير فهمان معارض لكم يسير أمور البلد لأنه فهمان وممكن يوصل البلد للنجاح وللمجد اللي عم تفكروا فيه، ويرجع أمجاد الماضي. وطبعا بعد هالدمار واللي سويتوه بدها سنين طويلة. إذا بدكم واحد فهمان مزبوط يسير أمور البلد ويكون ما حرامي مثلكم. يعني انتو طالما موجودين على هالكراسي حتى مستحيل تصيروا شبه دولة، ما انه دولة شبه دولة. قرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبريكوف، هو بس لهم بتمنى فكرة وصاكي ما صمت العادة. لما نقرأ ما شو هاي بن فلاش مكابا را مشار وايس ولا من وايس ما توايس ما توازن شو هاي شو ما نقولها منذ بال بن ترايك من عمر بعد بس ما سو عايد بن حويس بن عميد بن فنيق إلى آخره من عبيد دكتوريات العربية عربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحرام من كل قوميات والطائف والأديان.